السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة سهل ومضمون. الوصفة اللي غنقترح عليكم اليوم هي كيكة بنكهة الحامض وبالكريمة ديال الحامض. هاد الكيكة كتجي رائعة لذيذة بزاف وخفيفة، نتمنى أنها تنال إعجابكم. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي هنا 2 بيضات، عندي هنا قشرة حامضة محكوكة، يعني ممكن تعملوا اقل على حسب الذوق ديالكم. عندي هنا 2 اكياس من الخميره ديال الحلويات، ملح، ونص كاس ديال الحليب بارد، كاس ديال زيت المائده، كاس ونصف من الدقيق الابيض او الفرص، كاس ديال سكر سنيده. نبداو على بركه الله نوجدوا الكيكه ديالنا. في واحد الانيه غادي نعملوا البيض، غادي نضيفوا القليل من الملح، السكر، نخلطوهم مزيان، نضيفوا الحليب بعد ما طربنا السكر والبيض جيدا، نعاودوا نطربوا مزيان، نضيفوا الزيت، نعاودوا نطربوا مزيان، نضيفوا القشره ديال الحامض، نضيفوا الدقيق نغربلوه فوق هذا الخليط مع الخميره ديال الحلوه، نخلطوه شويه بحال هكا باش ما يطرش علينا الدقيق. غادي نخلطوه شويه، عاد غادي نشعلوا الباتور. الخليط ديالي ديال الكيك هو هذا. دهنت هذا المول العجيب بالزبده ورشيته بالدقيق. ممكن تستعملوا اي مول عندكم، يعني ولو ما عندكمش مول عجيب استعملوا مول عادي. غادي نخوي فيه هذا الخليط، دائما غادي نهز يديا الفوق ونخويه هنا في الوسط، وغادي تنزل الجناب. غنحطوا الكيكه ديالنا في الفران، يعني سخون اولا بارد على حسب كيف ما مولفين كطيبوا الكيكه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله نوجدوا الكريمه ديالنا. هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، شفتوا كيفاش كتجي خفيفه بزاف. دابا غادي نخليها تبرد، عاد غادي ندير ليها الكريمه. نبداو نوجدوا الكريمه ديال الحامض ديالنا ديال الكيكه. عندي هنا 2 كيسان حليب بارد، عندي كاس سكر سنيده، عندي هنا 2 صفار ديال البيض، غير 2 ديال الصفار يعني بوحدهم، عندي معلقه صغيره ديال الزبده، عندي القليل من القشره ديال الحامض يعني كيبقى على حسب ذوقكم، وهنا عصير ديال الحامض، ليمون الحامض، يعني غادي يبقى حتى هو على حسب الذوق ديالكم، لان كاين اللي كيبغي مذاق الحامض مجهد، كاين اللي ما كيبغيهش باين بزاف في الكريمه اولا في الكيك. عندي هنا 2 معالق كبار من النشا عامرين مزيان. نبداو نوجدوا الكريمه ديالنا. ناخذ واحد الكاسرول غندير فيها هاد المقادير كلهم، الحليب والسكر، اصفر البيض، عصير الحامض، النشا، ونعمل هنا القشره ديال الحامض، ليمون الحامض، والزبده غادي نخليها هي حتى الاخير. صافي غادي نخلطهم مزيان، واحد الخلاط يدوي اولا خلاط كهربائي، نحطو فوق البوطه حتى يعقدوا. نخليو الكريمه ديالنا حتى تعقد على نار مهيله مع التحريك المستمر دائما. من بعد ما عقدات ليا الكريمه غادي نضيف ليها هاد المعلقه د الزبده،
صافي غادي نحركها مزيان. هاد المعلقه الزبده يعني باش ما تديرش لينا القشره هاد الكريمه من الفوق. نحركها جيدا ونطفي عليها. الكيكه ديالي هي هذه. من بعد ما قلبتها غادي نخوي فيها هاد الكريمه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا اللي بكريمه الحامض. كتجي رائعه، خفيفه بزاف ولذيذه. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. زينتها بشويه ديال الموز وشويه ديال الفريز، دهنتهم بشويه ديال الناباج من الفوق، ودهنت شويه جناب بالناباج. ممكن تستعملوا غير المربى. نتمنى انكم تجربوا هذه الكيكه، ان شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم اعملوا لايك للفيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليقات. بارطاجيو الوصفه مع الاسره والاصدقاء ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.